السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة بسكوت السبليه. المقادير بقى: عايزة كوبايتين زبدة أو سمنة براحتكم، بس يا ريت تكون زبدة أحسن يعني. وعايزة كوباية سكر بودر، وعايزة كمان بيضتين، وعايزة فانيليا سايلة، وعايزة كيلو دقيق. دلوقتي احنا هنجيب البولة ونحط فيها، ننزل فيها الكوبايتين السمنة او الزبدة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. الزبدة او السمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة، بس تكون ماسكة نفسها زي كده. هنضربهم دقيقتين بالمضرب، وبعد كده ننزل عليهم سكر البودر. دلوقتي كده ضربت دقيقتين بالشكل ده. دلوقتي هنزل بالسكر البودر. كده نزلنا بالسكر البودر كده، هناخد كده يبقى شكل الخليط كده زي ما احنا شايفين. دلوقتي بقى هجيب البيضتين والفانيليا السايلة وهحطهم على الخليط ده زي ما احنا شايفين كده. هننزل كده بالفانيليا السايلة، او لو عندكم فانيليا اللي هي العادية عادي، ده زي ده. دلوقتي كده هنضربها بالشوكة كده. بعد كده هننزل بقى على السكر البودر والسمنة كده زي ما احنا شايفين. بسم الله. كده هننزل بنص الخليط، بعد كده نضرب، وبعد كده هننزل بالنص التاني. كده هنضرب لما تختفي البيضة بالفانيليا، ونحط بقى كده زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى عليهم النص التاني كده. بسم الله. زي ما احنا شايفين ننزل بالدقيق، هنقلب كده بالراحة برضو. هننزل شوية شوية بالدقيق، مش هننزل بالدقيق كله على بعض كده لغاية ما يختفي كده. دي اول كوباية. احط تاني كده زي ما احنا شايفين بقى. خلاص مش هنقدر نقلب تاني بالسباتيولا او بمعلقة. نبدأ بقى مش نعجن، لا بصوا نلم العجينة كده بس. دلوقتي كده هنجيب مفرش سيليكون او حتى كيس بلاستيك عندكم عادي عشان نفرد عليه. بس دلوقتي هوريكم العجينة. هنحطها في ستريتش ونحطها ساعة في التلاجة، اما نص ساعة في الفريزر قبل ما نشتغل بيها. كده انا جبت الاستريتش. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده العجينة. دلوقتي هلفها بالاستريتش وهحطها في التلاجة ساعة كده. لفيناها بالاستريتش. دلوقتي بقى ندخلها التلاجة ساعة، اما الفريزر نص ساعة. زي ما احنا شايفين كده طلعنا العجينة من الفريزر، حطيتها نص ساعة او في التلاجة ساعة برضو كده. ارتاحت زي ما احنا شايفين كده. بسم الله. نفتحها. خد نص بقى عشان نشتغل بيه. ما تخافوش اما العجينة تعمل كده تفرول عشان طالعة من التلاجة. بصوا كده خلاص. كده هنحط مسكت اهي كده زي ما انتم شايفين وطريقة. هنحط بقى، نجيب كيس بلاستيك، اي كيس بلاستيك او اي كيس تلاجة كده، نحطه كده من تحت. وبعد كده زي ما احنا شايفين كده هنجيب كيس تاني نحطه كده عليها من فوق على العجينة، ونبدأ بقى نشتغل. بصوا كده هنبدأ نفرد العجينة كده من الشبه
او لو عندكم نشابه زي دي اي حاجه. دي طبعا اللي بيبقى جواها الاشكال زي ما انتم شايفين كده. بس عايزه اقول لكم دي بجد بتبقى سهله جدا في الفرد زي ما احنا شايفين كده. نفردها. بصوا يبقى سمكها 2 مللي او 3 مللي. دلوقتي كده زي ما انتم شايفين هنشيل بقى من فوق كيس البلاستيك كده. شايفين العجينه عامله ازاي؟ دلوقتي بقى باي قطعات عندنا كده. بصوا اي شكل عندكم بقى. بصوا كده كده اشكال زي كده زي ما انتم شايفين. ناخد ديت نعمل بيها. بصوا عايزه اقول لكم بعد ما نعمل كده نحطها في الفريزر برضو شويه. بصوا كده دي برضو قوالب بتتباع عند الحلواني. نعملها كده برضو بس نعملها بالشوكه كده. هوريكم ازاي عشان ما تتنفخش. بصوا كده زي ما انتم شايفين كده. بس كده كده زي ما انتم شايفين انا شكلت الاشكال كده. كده هنحطها على درجة حرارة في الفرن 160 10 دقايق او ربع ساعة لغاية ما تحمر. انتوا بقى هتشوفوا على حسب الفرن اللي عندكم. نحطه في الرف اللي في الوسط زي ما قلت لكم كده. وبعد كده بقى هطلعه اوريهولكم. وكده زي ما انتم شايفين بسكوت السبلي طلع من الفرن حالا سخن. هنسيبه دلوقتي كده لغايه ما يبرد خالص. وبعد كده بقى نشكله بالشوكليت والاشكال التانية هوريها لكم زي بالمربى او الشوكليت البيضة او الشوكليت الدارك اللي هي البلاك اللي هي طبعا الغامقة اللي هي السوداء. وكده يا حبايبي السبلي بعد ما برد بصوا شايفين شكله. يا ريت تجربوه. دلوقتي بقى هوريلكوا ازاي هزينه بالشوكليت البيضة والشوكليت البلاك اللي هي السوداء والفارماسي. زي ما احنا شايفين كده حبايبي كده سيحت الشوكليت البيضة والشوكليت الدارك اللي هي السوداء. دلوقتي في الميكرويف دقيقتين او على حمام بخار او مية سخنة 5 دقايق. وده بقى اللي هنزين بيه زي ما انتم شايفين كده. والسبليه بص البسكوت السبليه حطيته زي ما انتم شايفين كده في علبة عشان اخد منه دلوقتي. واوريكم ازاي هنلزق وبعد كده نطلعه على ورق زبدة او اللي عنده السلك زي بتاع الفرن كده يطلع عليه عادي. بس ورق الزبدة برضو كويس يعني. زي ما احنا شايفين كده برضو مكسرات عندكم اشكال زي دي بتيجي من عند مستلزمات الحلويات برضو المتاح عندكم اعملوا بيه. دلوقتي زي ما انتم شايفين هنجيب كده واحدة زي ما انتم شايفين كده نحط فيها الشوكليت زي ما احنا شايفين كده. نحط عليها كده كده هتبقى شكلها. طبعا هنجيب تاني اشكال تاني هوريكم هنعملها ازاي. كده هنجيب برضو شكل الستار ده وهننزلها كلها كده في الشوكليت بشوكة كده. هنغطيها كلها كده بشوكة كده بس نشيل الزيادات دي كده. نطلعها كده برضو على ورق الزبدة زي ما احنا شايفين كده. بصوا انا عملت طبعا التزيين ده. بصوا ده كده ده كده عملته قرطاس من الورق اللي هو الزبدة وقصيته من تحت زي ما شايفين كده حتة بسيطة وبحط فيه الشوكليت واعمل بيه. ده بيبقى سهل. هوريكم واحدة كمان دلوقتي. هنعمل مثلا نصها كده في الشوكليت يبقى النص بس كده زي ما انتم شايفين. هنحطها كده بيبقى شكلها لطيف يعني. بصوا بقى هنحط بقى زي الفرماسي كده كده زي ما انتم شايفين. بصوا
بالراحة خالص علشان الشوكليت. بصوا كده ادت شكل جميل جدا بصراحة، وزي ما انتوا حابين بقى هتشكلوا ازاي. بصوا بقى انا جبت 2 زي بعض هوريكم. بصوا لو عايزينه يقعد هنلزق بالشوكليت، لو عايزينه هتاكلوه على طول ما يقعدش فترة تلزقه بالمربى عادي. دلوقتي هنجيب واحدة كده زي ما احنا شايفين، هنروح حاطين فيها شوكليت بسيطة كده حتة صغيرة، وهنقفل كده كده اتلزقت. برضو تعالوا ناخدها كده نحطها في الشوكليت البيضة برضو نص كده زي ما احنا شايفين. نحطها برضو على ورق الزبدة زي ما قلت لكم برضو كده بالقمع كده برضو. بصوا بس ننزل بالراحة بقى زي ما احنا شايفين كده. الشوكليت جمدت شوية فعايزة تسيح تاني. كده سيحتها وعملت شكل زي ما انتم شايفين كده، وكده شكل زي ما انتم شايفين كده. خلص بقى كل الاشكال واوريكم بقى، وانتوا براحتكم على حسب ذوق كل واحد بيحب الاشكال ازاي يعني. عايزه اقول لكم هو السبليه سهل جدا وحلو جدا بصراحه، وبره غالي انتوا عارفينه، في البيت احسن طبعا. عايزه اقول لكم ان هو بيقولوا عليه 3-2-1. يعني ايه؟ يعني مثلا كوبايه سكر بودر يبقى كوبايتين زبده يبقى 3 كوبايات دقيق، فهو سهل جدا يعني، يا ريت تجربوه. وكده بسكوت السبليه بعد ما زينته كده بقولوا ايه رأيكم بقى. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، بجد طلع تحفة، يا ريت تجربوه. وكده طبعا بعد ما حطيناه في طبق التقديم بالهنا والشفا.